وبتاخد معايا توم، وبتاخد معايا بهارات شاورما بتتجاب من عند العطار اسمها بهارات شاورما، وبتاخد معايا زيت، وبتاخد معايا ليمون، وبتاخد معايا توم، وبتاخد معايا ملح. هنشوف مع بعض كل ده هيركب مع بعضه ازاي. وبعد كده دي التتبيله، المفروض ان هي تقعد في التتبيله ساعتين على الاقل قبل ما نشتغل فيها، بس عشان ظروف البرنامج انا هتبل وهشتغل على طول. نشوف مع بعض هنتبل الشاورما ازاي. عايزين لما نيجي نعمل اي تتبيله شغلنا دايما عايزين دايما نشتغل في بوله مثلا ومضرب، نظبط كده تتبيلتنا كده على مهلنا كده، ونحط مقاديرنا ونتبل ونظبط كل حاجه. هنجيب الزبادي اللي قلنا عليها، مقدار علبتين زبادي. وهنجيب الزيت، هنحط زيت قد معلقتين زيت، معلقتين كبار زي ما حضرتك شايفين كده بالظبط. هنجيب توم، انا عايز اجيب حاجه بس احط بقى التوم. هنحط معلقه توم المنظر ده. دي بقى التوم. معايا بهارات الشاورما، هاخد بردك معلقه كبيره. طب ايه اللي هيخليها لونها زي الشاورما، وايه اللي بيدي اللون ده للشاورما اصلا اللي احنا بناكلها من اي مكان او بنشوفها عامله ازاي؟ البابريكا، اللي هي لونها احمر. هنحط معلقه بابريكا على الكميه ديت. وهنحط ملح، نقدر بقى ملحنا للتتبيله، نقول مثلا معلقه كبيره بردك. هنحط فلفل اسمر، هحط جنزبيل، هحط سنه كمون، سنه صغيره خالص. احط بعد كده الخل بتاعي، معلقه خل بردك، معلقه كبيره اهي، لان هي لازم يبقى فيها الحامض اللي هو الليمون او الخل. وبعد كده ما فاضلش معايا في الاخر في الريسبي بتاعها او المقادير بتاعتها غير الليمون. هعصر الليمون المنظر ده. يبقى انا كده عملت تتبيله الشاورما. موضوع سهل خالص وبسيط. حطيت علبتين الزبادي، عليهم معلقتين الزيت، عليهم معلقه توم، عليهم التوابل بتاعتي اللي فيها الجنزبيل وملح وفلفل، حطيت الليمون، حطيت الخل، وقلبت ده كله ببعضه. اقلب كده لحد ما ده كله يخش ببعضه بالمنظر ده. واقوم جايب الفراخ بتاعتي اللي هي صدور فراخ متقطعه ومغسوله ومتصفيه، تقوم نازله في التتبيله بتاعتي. كل ده هيتقلب في بعضه. المفروض بقى ان هي بتخش التلاجة بتقعد ساعتين في التتبيله ديت. كل ما هتقعد في التتبيله كل ما هتشرب من طعمها، وكل ما هتبقى حاجه طعمها قوي جدا وحاجه ممتازه جدا. انا كده تبلت الشاورما كفراخ، سبتها على جنب. المنظر ده الشاورما الفراخ هي هتمر بكذا مرحله معايا دلوقتي. بعد التتبيله انا هنزل في طاسه وهسوي الفراخ دي كلها، ومعايا البصل والفلفل والحاجه اللي هتضاف عليه، وعامل في نفس الوقت الرز اللي هو هيتعمل فته، ومحمص العيش اللي هو هيتحط في قلب الفته، وعامل صوص الفته، وعامل لها صوص توميه. انا شايف ان انا دلوقتي عقبال ما اديها سنه بس كده في التتبيله واسخن الطاسه اللي هتتعمل فيها، ممكن نعمل صوص التوميه اللي هو اشهر حاجه بتتاكل مع الشاورما فراخ. هجيب طاسه على النار، هسخنها علشان خاطر اعمل فيها شاورما الفراخ. انا معايا صوص التوميه اللي بينزل مع الشاورما الفراخ، هو المقادير نزل دلوقتي على الشاشه، ممكن حضراتكم تشوفوها. معايا مقدار علبتين زبادي او علبه زبادي زي ما حضرتك بتفضلي، معلقتين كبار مايونيز، معايا توم، معايا زيت، معايا ليمون، وهنحط التوابل بتاعتها هنشوف نحطها ازاي. انا هنزل هنا الحاجتين دول على بعض كده في حاجه واحده. انا معايا هنا علبتين الزبادي جوه العلبه ديت، هنزل عليها بمعلقتين المايونيز. يبقى ده الزبادي كده على مايونيز، ركزي معايا. بعد كده هنزل بمعلقه التوم المنظر ده. المفروض ان هي بتضرب في كبه او بتضرب في الخلاط في البيت، بس انا هنجز الموضوع بطريقه سهله جدا. بعد كده معلقه الزيت، بعد كده عصير الليمون معايا، بعد كده عصير الليمون. يبقى كده ايه، نركز مع بعض. يبقى صوص التوميه بيتعمل من ايه؟ بيتعمل من زبادي ومايونيز وتوم وزيت وليمون وملح وسنه فلفل، الموضوع كله على كده اهو. هاجي بقى احط التوابل بتاعتي على صوص التوميه، ملح وفلفل.
بسيط، واقلب ده كله كويس في بعضه. التوميه لها كذا طريقه في التصنيع. التوميه بتتعمل بطاطس مسلوقه، بتتهرس خالص، وبنبدا معاها المرحله زي ما نكون بنضرب مايونيز في كبه او في خلاط او في رحايه في الفنادق او المطاعم الكبيره. وبتتعمل بالطريقه اللي انا عملتها دي بطريقه سهله وبسيطه، وفي الاخر تقريبا التست واحد. يبقى انا كده جهزت صوص التوميه بتاعي وهو بالمنظر ده. ممكن تجيبه معايا يا اسلام المنظر ده كده سمكه، ونسيبه دلوقتي على جنب. نرجع بقى لمرجوعنا تاني، نرجع لشاورما الفراخ. انا بسخن دلوقتي في الطاسه، علشان دلوقتي انا هفترض ان الفراخ اللي انا تبلتها ديت قعدت ساعتين تخش في التتبيله. دلوقتي انا هسخن الطاسه وهنزل بشاورما فراخ، المفروض ان هي كده شاربه ميه، هسيبها تنشف خالص كده وتبقى تظبط خالص، وبعد كده هبدا اضيف لها اضافاتها الخضار. نشوف مع بعض هنعمل الكلام ده ازاي. هننزل بس بسنه زيت كده بس الاول. النهارده هنعمل سلطه فواكه بالمايونيز، سلطه جامده جدا وما تكلفش كتير. انا ممكن اجيب حاجات بسيطه واعمل بيها شغل كويس قوي. هنجيب حاجه ننزل بيها الشاورما عشان نقلبها بيها بعد كده. معلقه خشب. اهم حاجه عندي بس الصوص يسخن كويس. هنزل بقى بالشاورما في الطاسه المنظر ده، وهسيبها تاخد وتدي في الطاسه، تصفي ميتها، تظبط تتبيلتها، علشان في الاخر اوصل للهدف اللي انا عايزه.